يقول لي صديق يقول لا يمشي إلا بالقرآن ودائما يقرأ القرآن. يقول إذا صعد معنا في سفر ممكن نحن نسولف أحيان، هو تسمع ويتمتم بالقرآن، يراجع الحفظ، يقرأ القرآن. يقول نحن نعرف فلان أنه يعيش مع القرآن. يقول الشيخ الداعي يقول هو أفضل منا دائما مع القرآن. يقول والله حتى في الطائرة لما يصعد الطائرة يقرأ القرآن حتى تنزل الطائرة، فحياته مع القرآن ويعيش مع القرآن ويراجع القرآن. يقول لي معه مواقف كثيرة، لكن أشد موقف أثر علي يقول وأعطاني فيه درس، يقول حصل له حادث سيارة، يقول وذهبوا به إلى المستشفى وأدخلوه إلى الطوارئ وما زالت روحه في جسده. يقول اتصلوا بي الشباب، يقول لأني يعرفون أني صديق، هذا صداقة قوية، فقالوا يا شيخ تعال فلان حصل له كذا وهو الآن في المستشفى. يقول فأسرعت ودخلت إلى الطوارئ ووصلت إلى السرير وهذا ممدد على السرير الدماء تنزف منه. يقول ماذا تتوقعون يا إخوان؟ يقول أنا كنت أتوقع أنه يحدث منه هذا، لأني أعرف أنه دائما لا يفتر لسانه من ذكر الله ومن قراءة القرآن. يقول فوالله لما رآني بادرني بقول الله جل وعلا والنجم إذا هوى. يقول وأنا أنظر إليه والدماء تنزف وهو يقول لي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أنظر إليه وهو يعيد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أنظر إليه وهو يعيد حتى فاضت روحه إلى الله على قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يا إخوان مثل هذه الأنفس عاشت مع القرآن، مثل هذه الأنفس عاشت مع كتاب الله جل وعلا، مثل هذه الأرواح التي تعلقت مع الله، فكيف يكون حالي وحالك؟ كيف يكون حالي وحالك عند الموت يا عبد الله؟ والله يا أخوان إننا نخشى على أنفسنا، نحن مقصرون في جنب الله جل وعلا كثير وفي جنب هذا الكتاب العزيز، قصرنا كثيرا مع القرآن مع هذا الكتاب، لا نتلوه إلا ما ندر، لا نتدبر معانيه إلا ما ندر، لا نلتفت إلى القرآن إلا ما نذر. فأسأل الله جل وعلا أن يرحم أحوالنا يا إخوان. نشكو إلى الله قسوة قلوبنا، نشكو إلى الله قسوة قلوبنا، نشكو إلى الله إعراضها عن هذا الكتاب المبين. الله المستعان. كيف يكون